انت كنت في ناشئين نادي الزمالك، فانا هسال الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. يا استاذ مرتضى اهلا بيك. استاذ مرتضى. طيب انا سامعك. لو عايزين نناقش احمد بموضوعيه شديده يا استاذ مرتضى، هو كان في ناشئين الزمالك واحمد كتب تويته تم انهاء تعاقده مع نادي وادي دجله بسببها، ابلغ بذلك اليوم يعني. قال انه الرئيس السيسي يعني قال كل اللي بناخده منك كلام، انت فاشل ومسؤول عن كل نقطه دم. هو بيقول انا كتبت ده غيره على دماء الشهداء. استاذ وائل سامعني؟ اتفضل. اولا انا في طريقي لمؤتمر حزب الوفد عشان ضد الارهاب اللي معمول، اللي فيه كل القوى الوطنيه المحترمه. مين الولد اللي قاعد عندك ده بقى؟ بتقول لي مين اسمه ايه؟ لا مين الولد ده؟ لا هو خلينا، هو في النهايه يعني مواطن يا استاذ مرتضى لازم. الولد اللي انت جايبه ده مين؟ الولد العميل قليل الادب اللي مش متربي. لا خلينا يا استاذ مرتضى بس، خلينا، انا لسه بقول لك نناقشه بموضوعيه. بقول لك موضوعيه مين؟ الولد ده قليل الادب، الولد ده مش متربي، الولد ده مطرود من نادي الزمالك عشان عمليه اخلاقيه، هو مش محترم، الولد ده عيب يا وائل انك تجيب عيل زي ده في برنامج محترم زيك. وائل اوعى تدخلني مع عيل زي ده، ده عيل عميل. طيب يعني انت مش عايز تناقشه؟ ده بياخد بالجزمه، اديله بالجزمه ولا مين؟ لا استاذ مرتضى، لا خلينا. انت جايبه ده يا وائل؟ مين الولد دوت؟ الخدام ده؟ مين الولد البواب ده؟ طيب لا خلينا. طب كمل على مؤتمر الارهاب انت بس، وانا هناقش انا.